لو في سيدة جالها سرطان في الثدي، يبقى كل السيدات اللي في عيلتها معرضين بنسبة 100% إن هيجيلهم سرطان في الثدي لا قدر الله؟ الإجابة لا، أو الحقيقة إن نسبة سرطان الثدي الوراثي لا تتعدى 5 ل 8% من مجمل حالات سرطان الثدي. يعني إيه؟ يعني لو جبنا 100 سيدة عندها سرطان في الثدي هنلاقي 5 ل 8 حالات هم اللي حاملين الجين اللي بيسبب سرطان الثدي وممكن يورثوه لأولاد لبناتهم أو حفيدتهم. فبالتالي من نعمة ربنا أو من رحمته علينا إن سرطان الثدي نسبته الوراثية قليلة جدا، يعني مش هو أغلب سرطانات الثدي. وليه بقول إن ده من رحمة ربنا؟ لأن النوع الوراثي إلى حد ما في بعض الحالات ممكن يبقى أجريسيف أو عنيف شوية، ممكن يبقى سريع الانتشار، وكمان بيجي في أعمار صغيرة في الأربعينات والثلاثينات، إيفن ممكن يجي في العشرينات. فاحنا لما بنلاقي مريضة عندها اكتر من حد في العيلة جاله سرطان في الثدي او في اعمار صغيرة، بنشك ان احنا ده النوع الوراثي، وبنشك ان ده يبقى هي حاملة للجين اللي ممكن يسبب لها سرطان في الثدي فيما بعد. طيب ايه اللي بنعمله لما بنشك في سرطان الثدي الوراثي؟ يا اما بنكتفي بالمتابعة الدورية اللصيقة كل سنة على حسب سن المريضة، سواء سونار بس لو السن تحت سن 40، أو بسونار وماموجرام لو فوق سن 40، وكمان الفحص الدوري الشخصي هي تفحص نفسها كل شهر. يا إما بنكتفي بده، يا إما بنتوجه إن احنا نعمل التحليل الجيني أو فحص جينات عشان نشوف احنا حاملين للجين اللي هو البراكا 1 والبراكا 2 اللي هم مسؤولين عن تسبيب أو المسبب لسرطان الثدي الوراثي، هل هي حاملة ليه أو لا. لو حاملة ليه بنبقى عارفين ان هذه السيدة هيجي لها سرطان في الثدي في مرحلة ما من عمرها، لكن ما بنبقاش عارفين في انهي وقت بالظبط. لكن لو سلبي يبقى النوع اللي جه عندهم في العيلة ده مش النوع الوراثي الحمد لله، ومش قابل انه يتورث للبنات والاحفاد والقرايب. طيب لو عملنا الجين وطلع من النوع الموجب، ايه اللي هنعمله؟ يا اما هنتابع بس، يا اما بنتجه او بنروح للحل التاني اللي هو الحل الجراحي او الحل الوقائي. يعني ايه؟ بره معترف او ليجالايزد او مقننه فكره ان احنا نعمل استئصال الثدي الوقائي او اللي بنسميها البروفيلاكتيك ماستكتومي. لما المريضه بتلاقي ان عندها الجين بتتجه انها تعمل استئصال للثدي عن ناحيتين واستئصال للمبيض الناحيتين والرحم، عشان طبعا في نوع من الانواع مرتبط بسرطان المبيض، يعني مبيض وثدي بيجوا مع بعض. فبالتالي بتروح تعمل هذه العمليه الجراحيه الوقائيه عشان تضمن ان ما يجيش ليها سرطان ثدي فيما بعد. زي بالظبط فكره انجلينا جولي لقت مامتها وخالتها وعمتها جالهم سرطان في الثدي، فراحت عملت التحليل الجيني لقت ان عندها الجين المسبب للسرطان. ما استنتش بقى ان يجيلها وبعد كده تتعالج منها او تكافحه، راحت عملت العمليه الجذريه او العمليه الوقائيه وشالت الثدي على الناحيتين مع الرحم والمبيضين. وطبعا لما بنعمل الاستئصال الثدي الوقائي ده بنعمل عمليه اعاده بناء معاه في اغلب الحالات، يعني بنعمل استئصال للثدي من تحت الجلد والحلمة، ونعمل حشوة سيليكون أو حشوة صلاين لإعادة بناء شكل الثدي الخارجي. وده طبعا لازم المريضه بتعدي ببروسس طويله قوي، يعني مش اول ما المريضه تقرر ان يلا انا هعمل العمليه الوقائيه دي وهشيل كله بنقول لها اوكي تمام ويلا ندخل العمليات. لا، لازم بتعدي بمرحله جلسات نفسيه، وبيبقى في تصريح او جواب من دكتور نفسي ان القرار ده مش قرار لحظي او فجائي، والمريضه تبقى متفهماه كويس ومتفهمه عواقبه، وكمان زوجها بيبقى حاضر للجلسات دي وبيبقى موافق على القرار اللي هي بتاخده، عشان نبقى ضامنين ان المريضه مش هتندم فيما بعد العمليه وتحس ان حياتها اتدمرت او نفسيتها تعبت بعد ما عملت العمليه ديت. فيعني لازم تبقى بروسس طويله على وقت هادي جدا، ونبقى متاكدين ومقتنعين ان المريضه فاهمه ومقدره عواقب العمليه دي وموافقه عليها قلبا وقالبا، يعني ما بنتسرعش ليها تماما، لان هي في مصر مش ليجالايزد او مش مقننه ان انا مسموح لي كدكتور ان انا اخش اعمل استئصال للثدي سليم ما فيهوش اي اورام ما فيهوش اي امراض. فلازم يبقى الموضوع ورقيا محسوب صح ونفسيا طبعا للمريضه.
عشان كده انا في اغلب الحالات اللي بتيجي تقول لي احنا شاكين وعايزين نعمل تحليل الجيني، بقول لها عملتي الجين وطلع موجب، هل عندك القابليه انك تعملي عمليه زي ديت؟ لو الاجابه لا، يبقى ما تعمليش التحليل الجيني، ونقدر نكتفي بان احنا نعمل متابعه دوريه كل سنه، ونعمل الفحص الذاتي كل شهر، وتبقي متعلماه وعارفاه. وطبعا في فيديوهات كتير بتشرح الطريقه الصحيحه للفحص الذاتي، وبنكشف عند دكاتره متخصصه، ونكتشف بدري. لا قدر الله حصل مشكله بنعرفها بدري ونقدر نواجهها ونحلها بدري. وطبعا سرطان الثدي حجر الاساس فيه هو الاكتشاف المبكر. كل ما اكتشفنا الورم مبكر كل ما كان نسبه الشفاء اعلى وطرق العلاج اسهل بكتير. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي. يا رب اكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن سرطان الثدي.